بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله بالأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أتحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأخوة والأخوات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. إن موضوع الليلة بمشيئة الله تعالى وحضراتكم سنتحدث عن الزواج والحياة الزوجية. سنتحدث اليوم عن الزواج والحياة الزوجية. ويقول الله تعالى في محكم آياته وهو أحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من يستطيع منكم الباء فليتزوج. يا معشر الشباب
الشباب من يستطيع منكم الباء فليتزوج إنه أفضل البصر وأحسن للفرج فإن العلاقة بين الرجل والمرأة فإنها علاقة أزلية فإن العلاقة بين الرجل والمرأة فإنها علاقة أزلية عندما خلق الله تعالى سيدنا آدم وأدخله الجنة سبحانه وتعالى جعل له فيها ما تشتهي نفسه وتلذ عينه وما يقر على قلبه جعل له فيها ما تشتهي نفسه وتلذ عينه وما يقر على قلبه وكان إذا أراد أي شيء من طعام أو شراب وجده أمامه ومع كل ذلك لم يستقر المقام لآدم ومع كل ذلك لم يستقر المقام لآدم عليه السلام لم يستقر المقام لآدم عليه السلام في الجنة واحتاج إلى أحد يؤانسه فماذا اختار ربه تعالى تبارك وتعالى من أجل أن يؤانسه اختار له أنثى وهي أمنا حواء اختار له الله تبارك وتعالى أنثى وهي أمنا حواء لأن عندما خلق الله تعالى الذكر علم أنه تستقر نفسه وتسكن روحه عند الأنثى عندما خلق الله تعالى الذكر علم أنه تستقر نفسه وتسكن روحه عند الأنثى كما قال الله تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فجعل الله وصلا بين الزوجين هو سكن روحي قبل أن يكون سكنا جسدي فجعل الله وصلا بين الزوجين هو سكن روحي قبل أن يكون سكنا جسدي وما قال الله تعالى ليسكن معها وما قال الله تعالى ليسكن معها بل قال ليسكن إليها لأننا نعيش إلى أزواجنا ولأن كثير من الإخوة يعيشون مع زوجاتهم وليس إلى زوجاتهم كثير من الإخوة يعيشون مع زوجاتهم وليس إلى زوجاتهم والفرق بين الكلمتين كبير كفرق القمر وسائر الكواكب الأخرى
والفرق بين القدمتين كفرق القمر وسائر الكواكب الأخرى، لأن الشريعة أمرت بالزواج وجعله الله تعالى سنة الأنبياء والمرسلين. لأن الشريعة أمرت بالزواج وجعله الله تعالى سنة الأنبياء والمرسلين، كما بين الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أي الأنبياء السابقين، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولو جاء إنسان وأنكر هذه السنة لكان منكرا لأمر معلوم من الدين بالضرورة. لو جاء إنسان وأنكر هذه السنة لكان منكرا لأمر معلوما في الدين بالضرورة، ولا يجوز له أن يقر على ذلك، وسبحان الله أيها الأخوة والأخوات، فإن ميلان الرجل إلى المرأة وميلان المرأة إلى الرجل هو أمر من الفطرة. إن ميلان الرجل إلى المرأة وميلان المرأة إلى الرجل هو أمر من الفطرة، فالزواج بين الرجل والمرأة هو عقد مطهر، ويعبر البعض بأنه عقد مقدس أي مطهر أيضا، فهو عقد مطهر من الخيانة ومطهر من الكذب، مطهر من الخيانة ومن الكذب وإلى غير ذلك. وإن علاقة الرجل بزوجته هي ليست بالعدل تباح وتشترى، فإن العلاقة بين الرجل بزوجته هي ليست بالعدل تباح وتشترى كما في دول الغرب، كلا، بل هو عقد على كتاب الله تعالى وعلى سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل هو عقد على كتاب الله تعالى وعلى سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان وما شاء ذلك.
جوهرة مكنونة جوهرة مضمونة فإني أخبرت قبل ذلك بأن المرأة جوهرة مكنونة جوهرة مضمونة يجب الحفاظ عليها وأن الزوجات هم مصابيح البيوت وبهجتها وإن الزوجات هم مصابيح البيوت وبهجتها فالزواج عقد مقدس أي مطهرا حتى وإن حدث بعد الخلاف بين الزوجين فهذا أمر طبيعي حتى وإن حدث بعد الخلافات بين الزوجين فهذا أمر طبيعي لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس جعلهم طبائع مختلفة لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس لما خلق الخلق جعلهم طبائع مختلفة لأن الله تعالى عندما أراد أن يخلق الخلق أو الإنسان قبض قبضة من الأرض فهذه فيها الصلب اليابس وفيها السهل الليل وفيها الرمل وفيها الحسن الصغير عندما أراد الله أن يخلق الخلق أو الإنسان قبض قبضة من الأرض هذه فيها الصلب اليابس وفيها السهل الليل وفيها الرمل وفيها الحسن الصغير فالقبضة الذي خلق منها الإنسان والبشر متنوعة فإن القبضة التي خلق منها الإنسان والبشر متنوعة ومن هنا أتت أطباع البشر متنوعة ومختلفة ومن هنا أتت أطباع البشر متنوعة ومختلفة وهذا أمر طبيعي فلما خلق الله البشر صار بعضهم من أصله لأن آدم عليه السلام خلق من طين ثم ذريته أخذت قبائل التراب والحجر إن آدم عليه السلام خلق من طين ثم ذريته أخذت قبائل التراب والحجر وأنواع الأرض التي خلق منها فتجد إنسان طبعه صلب صعب وإنسان لين سهلا تجد إنسان طبعه صلب صعب وإنسان لين سهلا وما شابه ذلك وهكذا ويجب على كل إنسان أن يعامل الآخر ويعامل الله فيه يجب على كل إنسان أن يعامل الآخر ويعامل الله فيه مثلا أن يراعي الزوج زوجته ويعامل
يعامل الله فيها أن يعامل الزوج زوجته ويعامل الله فيها، وكذلك الزوجة تعامل الزوج وتراعي الله فيه. من هنا لا يوجد اختلافات ولا مشاكل، ومن هنا لا يوجد اختلافات ولا مشاكل. ونصيحتي للأخوات وأمهاتي وبناتي أن تتطبع الزوجة بطبائع زوجها. نصيحتي للأخوات وأمهاتي وبناتي أن تتطبع الزوجة بطبع زوجها حتى لا يكون هناك من المشاكل شيئا، حتى لا يكون هناك من المشاكل شيئا. لا بد وحتما وضروري أن تتطبع المرأة بطباع زوجها. لا بد وحتما وضروريا أن تتطبع المرأة بطباع زوجها وليس الرجل، لأن كرامة الزوجة من كرامة زوجها، لأن كرامة الزوجة من كرامة زوجها. ويقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي أن تكونوا شيء واحدا، أن تكونوا شيئا واحدا. وعندما خلق الله تعالى آدم عليه السلام خلق من ضلعه أمنا حواء. عندما خلق الله تعالى آدم عليه السلام خلق من ضلعه أمنا حواء، والضلع خلق أعوجا ليحمي القلب ويحتويه، والضلع خلق أعوجا ليحمي القلب ويحتويه. ولذلك على الزوجة أن تحتوي قلب زوجها وتسكن إليه. ولذلك على الزوجة أن تحتوي قلب زوجها وتسكن إليه. ومن الطبيعي أن المرأة يوجد بها احتجاج، وهذا أمر طبيعي. من الطبيعي أن المرأة يوجد بها بعض الاحتجاج، ولكن لا يكون ذلك سبب للخلافات والمشاكل، ولكن لا يكون ذلك سببا للخلافات والمشاكل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت المرأة من ضلع أعوج، وأعوج ما فيه أعلاه، إن ذهبت لتقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها حولك. خلقت المرأة من ضلع أعوج، وأعوج ما فيه أعلاه، إن ذهبت لتقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت
أهل وبها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج مؤمنا مؤمنا، أي لا يبغضها، لا يبغضها بالبغض يؤدي به إلى مراقها. لا يترك مؤمنا مؤمنا، أي لا يبغضها، أي لا يبغضها بغضا يؤدي به إلى فراقها. ثم قال: إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. وكيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه؟ وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أزواجه وهو القدوة والأسوة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس السيدة عائشة ويختار لها اسما من دار المحبة والعز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس السيدة عائشة ويختار لها اسما من دار المحبة والوداد. كان يناديها: يا عوي يا عائش. كان يناديها ويقول: يا عوي يا عائش. كان يباركها صلوات ربي وسلامه عليه. وعندما يجلس لتناول الطعام كان يطعم السيدة عائشة في سنها يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وعندما يجلس لتناول الطعام كان يطعم السيدة عائشة في سنها يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وإن الموضوع طويل ولكن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في زوجاتنا، وأن يبارك الله لنا في أمهاتنا، وأن يبارك الله لنا في أخواتنا وبناتنا، وأن يرزق شباب المسلمين بالزوجات الصالحات، وأن يرزق إخواننا وبناتنا أزواجا صالحة. هو ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.